السلام عليكم. فيديو النهاردة وصفة سهلة جدا وسريعة، والأجمل من كده طعمها جامد جدا، حاجة كده من الآخر. هعمل بانيه مشوي، من الأكلات السريعة اللي دايما بعملها. لو جربتوا الوصفة دي هتنسوا البانيه المقلي خالص والبيض والبقسماط والزيت. والوصفة دي كمان تنفع لأصحاب الدايت. التتبيلة دي أنا هعملها لنص كيلو بانيه. معايا نص كيلو بانيه، وبصلاية كبيرة، وطماطماية كبيرة، وزي 5 فصوص من الثوم، ومعلقة كبيرة من الخل، ومعلقة. بالنسبة للبهارات اللي أنا هستخدمها، معايا معلقة صغيرة من الملح والفلفل والكزبرة، ومعايا كمان نص معلقة صغيرة من الكمون، وبهارات الفراخ والكاري والزعتر والبابريكا والسكر. تقدروا تستبدلوا السكر بالعسل. ومعايا ربع معلقة صغيرة من مطحون الحبهان وورق اللورة. هكتب لكم كل البهارات بالتفصيل منفصلة في صندوق الوصف. ودلوقتي بحضر للتتبيلة. حطيت البصل والثوم والطماطم، وهفرمهم في الكبة كويس جدا. عايزاهم ناعمين خالص عشان هصفيهم، وهاخد مية البصل والطماطم والثوم دي واعمل منها التتبيلة. والخليط اللي بيفضل من البصل ده انا مش هرميه، لو عاملة مكرونة او رز بالكاري هعمل منه، مفيش مشكلة، بيبقى طعمه حلو برضو. ودلوقتي هضيف الخل والصويا صوص على مية البصل والطماطم والثوم. لو مفيش صويا صوص مفيش مشكلة، التتبيلة برضو بتبقى حلوة. ممكن نضيف كمان ليمونة. وبضيف البهارات كلها كمان وبقلبهم. الفراخ بحب احط له بهارات كتير غير اللحمة والسمك. والزعتر مهم جدا في اي تتبيلة فراخ، بيدي طعم تحفة جدا. ودلوقتي بضيف شرايح الفراخ في التتبيلة. التتبيلة دي لو انتي مستعجلة ممكن تقعد ساعتين او 3، لكن الافضل تبات من بالليل. كل ما الفراخ قعدت في التتبيلة اكتر اخدت منها وطعمها بيبقى حلو. ده غير كمان ان الخل بيساعد في تسوية الفراخ. وطبعا لو التتبيلة هتبات من بالليل بنحطها في التلاجة. بجيب طاسة سخنة وبحط لها زبدة، او ممكن سمنة او زيت، وبدي كده للشرايح صدمة، وبسويها من الجنبين. مش هتاخد وقت كتير على النار، هي تقريبا 5 دقايق على كل جنب بالكتير وتكون استوت. وممكن كمان تتشوي في الفرن او على جريل من غير سمنة ولا زبدة ولا زيت لأصحاب الدايت.
وده كان فيديو النهاردة البانيه المشوي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله.